اليوم حسوي معاكم شاورما. شوفوا شكلها يا سلام، خلينا نشوف طريقتها. عندي صدور دجاج مقطعهم بهذا الشكل، والبهارات فلفل أسود، فلفل أبيض، بصل بودرة، بابريكا، شوية ملح، ملعقة زبادي وشوية ثوم. أنزل شوية زيت زيتون وخلط المكونات كويس مع بعض، أخذهم على الثلاجة ساعة. حاليا أضبط الخبز، كاسة دقيق، ربع ملعقة سكر، وأقل من الربع خميرة، وشوية ملح، تقريبا 3 ملاعق زيت زيتون، والمويه أنزلها بالتدريج شوي شوي وأعجن لين أضبط عجينة هذا شكلها تكون لينة. تقريبا استخدمت ربع الكاسة مويه أو أقل من الربع. حاليا أكور العجينة لكور متساوية، خليها ترتاح 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة أفردها بهذه الطريقة، وهذه السماكة المطلوبة. أريح العجينة كمان 10 دقائق. بعدها أضبط الدجاج. عندي مقلة حرارتها متوسطة، دهنتها بشوية زيت. أنزل الخبز عليها، بمجرد ما تنتفخ عندي بقلبها على الوجه الثاني. وهذا شكل خبزتنا يا سلام. بقطعها على 2 وبحشيها بالدجاج وشوية ثومية، وانزل الصوص من فوق. وبالعافية.